السلام عليكم يا أجمل متابعين. النهاردة جايبة لكم أكلة جديدة ومميزة جدا هتبهركم بتفاصيلها وطعمها. لو عايزين تعرفوا ازاي تعملوا أكلة متكاملة بخطوات بسيطة وطعم ولا أروع، خليكم معايا للآخر. النهاردة هنعمل أكلة متكاملة وسهلة. يعني بصوا، فرخة محمرة على طريقتي كده، صينية بطاطس في الفرن، ورز بالشعرية مظبوط جدا. كلها طعمها يجنن وهتبهري عيلتك بيها. بصي، هنبدأ بأكتر حاجة في الأول هتاخد وقت في التسوية، وهي الفرخة طبعا، لأن أنا هسلقها الأول لأن احنا عايزين شوربة. جبت حلة كده تكون واسعة، حطيت فيها شوية صغيرين من الزيت، ونزلت فيها بفص مستكة، ولو عندك حبهان حطي، ورق لورا، الحاجات دي كلها منكهات بتعزز طعم الشوربة وبتعزز طعم الفراخ يعني. بعد كده اما الحلة تسخن والزيت يسخن جدا جدا والمستكة تسيح، بعد كده هنزل بالفرخة بتاعتي. لازم تنزلي والزيت بتاعك سخن جدا عشان تاخد الصدمة دي بتساعد ان المسام بتاعت الفرخة تتشد وتفضل محتفظة بالعصارة بتاعتها، وما تستوي تكون طعمها طري، ما تكونش بتشد منك وتكون ناشفة تمام. بعد كده اما خدت الفرخة بتاعتي كلها كده صدمة من على جميع الجهات، بدأت اضيف معايا البصل، معايا طماطمية مقطعة. دي حاجات منكهات بنضيفها للمرقة بتاعت الشوربة، او اي مرقة فيها يعني لحوم او طيور او كده. بكلمك بصفة عامة عشان تكوني برضو عارفة المرقة عامة بنضيف لها فانا ضفت كده البصلة والطماطم، وبعد كده ضفت فلفل اسود، كمون، كده حاجة بسيطة يعني على طرف المعلقة. يعني ما تزوديش بهارات في الشوربة او كده علشان ما تكونش طعمها بيلسع في الشوربة. احنا عايزين الشوربة بتاعتنا يكون طعمها لذيذ، ما يكونش كده بيلسع ومش محبب. بعد كده غطيت بقى الحلة بتاعتي وسبت الفرخة براحتها لحد ما تستوي. كانت هنا خلاص استوت بقى، جبت لكم الجزء من الاخر تعرفي ازاي ان الفرخه بتاعتك استوت وبقت حلوه. بالسكينه بالمعلقه كده على الصدر، اضغطي كده، لو ضغطت بكل سهوله يبقى هي كده استوت. بعد كده طلعت الفرخه بتاعتي وحمرتها في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. تحمير كده حلو كده من جميع الجوانب. برضو درجة الحرارة تكون عالية، ما تخليش درجة الحرارة منخفضة عشان الفراخ ما تنشفش منك. احنا يا دوب عايزين بس تاخد لون كده محمر من جميع الجوانب. وكده خلاص الفرخة بتاعتنا بقت جاهزة وشكلها يجنن وطعمها احلى. شايفين؟ روعة روعة يا بنات. وفي الاخر بنرش عليها كده رشه ملح وفلفل اسود وكمون، الرشه اللمسه الاخيره. تعالوا بقى علشان نعمل صينيه البطاطس اللذيذه اللي مفيش احلى منها. جبت كده صينيه معايا، جبت البصل قطعته كده مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين. هتبل البصل بتاعي بالملح والكمون والفلفل الاسود والكزبره الناشفه. اي توابل كده حطيها كده عليها كده. بعد كده هدعك بقى البصل كده مع الملح والتوابل دي كده لحد البصل بتاعي ما يبتدي يدبل كده وينزل شويه من الميه. بعد كده هنزل بالبطاطس مقطعها حلقات كده، سمكها يعني وسط زي ما انت شايفه، ما تخليش سمكها تخين قوي علشان البطاطس بتاعتك تستوي وتبقى حلوه. بعد كده عندي فلفل اخضر رومي، وممكن تضيفي فلفل حامي على حسب الرغبة. يعني لو برضو الفلفل الحامي بيخلي طعم صينية البطاطس بيوديه في حتة تانية. حاجة بسيطة يعني. بعد كده عندي الطماطم، ضربتها في الخلاط ونزلت بيها على الصينية زي ما انت شايفة كده. ممكن تدخليها الفرن تسوية بالكامل في الفرن، وممكن تسويها الأول على البوتاجاز وبعد كده تدخلها تحمر من على الفرن. أنا عملت الحالة التانية إن أنا سويتها الأول، وكمان ضفت على الوش كده ملعقة كبيرة من الزيت لأن أنا ما ضفتش أي زيوت لسه. زي ما قلت لكم انا سويتها الاول على البوتاجاز تسويه كامله، بعد كده دخلتها الفرن علشان تتحمر من على الوش. شكلها يفتح النفس جدا جدا، وريحتها بصوا كانت قلبة الشقة. شايفين؟ اعملوها وقولوا لي رأيكم، اعملوها بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم وهتطلع حلوة جدا. هوريكم البطاطس بتاعتي ودرجة التسوية بتاعتها، هي مستوية وكانت حلوة جدا. وكمان الصوص اللي بيبقى مع البطاطس دي يعني شوية ال الطماطم او الصلصة دول بيكونوا برضو طعمهم لذيذ قوي.
وما خدتش وقت مننا، يعني وصفة سريعة. بعد كده تعالوا بقى نعمل الرز بالشعرية المظبوط جدا وعلى اصوله. يعني بصي شوفي الفيديو ده وهتعرفي تعملي الرز بالشعرية ولا زي الحرفين. هنجيب شوية زيت هنسخنهم كويس، بعد كده هننزل بيه شوية حلوين كده من الشعرية ونحمرهم في الزيت الاول. وخلي بالك الشعرية بتاعتك احنا عايزين درجتها تكون ايه، محمرة كده، ما تكونش محروقة يعني. زي بصي لحد كده كده حلوة قوي. بعد ما نوصل احنا للدرجة دي من بعد ما حمرنا الشعرية وصلنا للدرجة دي من اللون، هكون بقى عند الرز غسلاه مصفياه من المية وهنزل بيه على الشعرية زي ما انت شايفة كده. بعد كده الخطوة اللي بعد كده هتضيفي الملح وهتقلبي بقى الرز مع الشعرية كويس جدا في الزيت. يعني دي خطوة حلوة بتخلي الرز بتاعك يطلع مفلفل وما يطلعش معجن، وكمان الشعرية تتوزع حلوة قوي مع الرز. يبقى الخطوة دي مهمة اعمليها. بعد ما ضفت الرز على الشعرية قلبي كويس جدا الرز مع الشعرية. واخر حاجة هنضيف هنا كنت بضيف الملح، واخر حاجة هنضيف المية بتاعتنا. وممكن كمان تضيفي شوية من الشوربة بتاعت الفراخ. بالشوربة بتاعت الفراخ برضو بتخلي الرز بتاعنا طعمه حلو وبتخليه مفلفل كده ومستوي وجميل. بعد كده ضفت المية. عايزة تعرفي مقدار المية للرز عشان ما يطلعش معاكي معجن. لكل كوب رز، لكل كوباية رز مصري قصادها كوبايه ميه. وعايزه اقول لك انت اعملي كده في الاول لو انت لسه ما تعرفيش علشان تظبطي الميه بتاعه الرز. لكن في انواع من الرز بتشرب ميه اكتر. مثلا انت عملتيه اول مره حسيت ان الرز بتاعك محتاج ميه اكتر، المره الجايه زوديه ربع كوبايه ميه زياده. حسيت ان الرز بتاعك محتاج ميه اقل والرز طلع معجن سنه، المره الجايه قللي ربع كوبايه ميه. فاهمه؟ لان احنا عارفين ان الرز بيختلف. وهي كان هنا الشكل النهائي للوجبة بتاعتنا. طعم وجبة متكاملة سهلة، عملناها بسرعة وبكل سهولة، وقدرت تقدمي غدا أو وصفة غدا متكاملة ومغذية ومشبعة في نفس الوقت. كل حاجة تمام، وطبعا مفيش ألذ ولا أحلى ولا أطعم من كده. وبكده يا بنات يكون وصفتنا والفيديو بتاع النهارده خلص. يا رب اكون افدتكم ولو حتى بمعلومه صغيره. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واكتبوا لي تعليق تحت الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.